بتمشي وهي لابسة كيلو دهب في ايديها ورقبتها، ومربية كبرى كل يوم تجيلها تأكلها، ومش بترتاح في النوم غير جنب المقابر. وبيشبهوها بالفنانة عبلة كامل، ومش بتلبس غير الجلابية والعمة زي الرجالة. حكايات مثيرة للمعلمة عسلية، أسطورة سوق الجمعة في مصر، واللي قررت تفتح مكتب علشان تحكم السوق وتحل المشاكل. المعلمة عسلية دي بقى أشهر اسم هيقابلك في سوق الجمعة في مصر، السوق التاريخي واللي بقاله آلاف السنين، وفيه كل الحاجات النادرة بتتباع، زي مثلا السلاحف والضفادع، وبالبلدي كده فيه من الإبرة للصاروخ. بس ما فيهوش غير معلمة واحدة بس، هي المعلمة عسلية، واللي هنتكلم عنها في فيديو النهاردة. خليك معانا. المعلمة عسلية اللي اتجوزت وهي عندها 13 سنة، واتطلقت وهي لسه طفلة يا دوب 16 سنة، وبقى في رقبتها ولد وبنت ملهمش غيرها بعد ما أبوهم طلقها وخد كل حاجة معاه وسابهم وطفش، ولقت نفسها في الشارع مش عارفة تأكل عيالها من فين. عسلية قررت تختار الطريق الصعب، وبقت أب وأم في نفس الوقت، ونزلت السوق وبدأت تبيع فراخ، والكام فرخة جابوا كميات كبيرة من المزارع، وبقت واحدة من أكبر تجار الفراخ في السوق. رحلة صعود المعلمة عسلية بقت حديث الشارع في مصر، فالست بقت بتتدخل علشان تحل المشاكل والخناقات اللي ملهاش آخر في سوق الجمعة، والناس كبروها وشافوا فيها الحكمة، وبقوا بيجيبوها تحكم بينهم في القعدات العرفية. والحكاية ما وقفتش على المصريين وبس، لا، ده المعلمة عسلية كمان قالت إن أجانب من فرنسا وإنجلترا بيجيبوها علشان تحكم بينهم. المعلمة عسلية ماشية بمبدأ حب الناس نعمة ما تتعوضش، وبابها مفتوح للصغير قبل الكبير. وفي ظرف سنين قليلة بقت معلمة سوق الجمعة ومصر القديمة، واللي كلمتها ما تتردش فيها، وبتمشي على أجدع شنبات وما فيهاش حد بيراجعها فيها. عسلية اتطورت وقررت تفتح مكتب في سوق الجمعة علشان تحكم منه وتدير السوق وتحل المشاكل اللي بتحصل بين التجار والزباين. وقالت كمان إن الحكاية دي جت بعد التجار ما طلبوا منها تفتح مكتب ويبقى مقر للحكم والجلسات العرفية. المعلمة عسلية واللي بتمشي من بدايتها في السوق وهي لابسة جلابية وعمة زي الرجالة، ظهرت أكتر من مرة وهي لابسة كيلو دهب في رقبتها وإيديها، والموضوع ده عمل ضجة كبيرة في مصر كلها. والست ردت وقالت كله من شقاية وعرق جبيني. المعلمة عسلية بتعمل حاجات غريبة، زي إنها مربية تعبان كبرى كل يوم يجيلها وتحط له أكل ومية ويمشي، ومش بيأذيها خالص ولا هي بتأذيه، وكمان بتنام في بيتها اللي لازق في المقابر. واتكلمت على الحكاية دي وقالت أنا مش برتاح في النوم غير جنب الميتين، والميت تأمنه لكن الحي لأ. معلمة سوق الجمعة كبرت بنتها شيماء علشان تحكم وتدير السوق معاها، وقالت إن نفسها تفتح مؤسسة خيرية تساعد منها الغلابة، وتجيب لهم دكاترة يكشفوا عليهم، وتدي اللي محتاج وتوسع على الفقراء، واللي معاه يدي للي ما معهوش، والمليان يكب على الفاضي. المعلمة عسلية حكاية غريبة موجودة في مصر القديمة، بس حكاية بنت البلد الجدعة اللي واقفة وصلبة طولها. وانت من وجهة نظرك بقى شايف اللي بتعمله المعلمة عسلية ده صح ولا لا؟ سيب لنا رأيك في الكومنتات.